إطلاق سراح سعد المجرد بعد أن انكشفت الحقيقة. تم إطلاق سراح سعد المجرد بعد أن انكشفت الحقيقة من الفتاة الفرنسية لورا بيريول، وكما قالت من قبل أنها لن أقبل إلا بسجنه، فرفضت الفتاة التنازل مقابل المال، مما أدى إلى اعتقال الفنان ومحاكمته ومنعه من مغادرة للتراب الوطني. وكما روت الفتاة قصة اغتصاب المحتمل في ليلة 26 أكتوبر، وقالت إنها التقت بسعد التي لم تعرفه من قبل إلا في إحدى الملاهي الليلية، حيث دعاها لمشروب لتشرب هي الكحول وهو مشروب غازي، مما أدى إلى سكرها بطريقة هستيرية. وبعد ذلك قرر سعد الذهاب إلى ملهى آخر، ورغم استغرابها لذلك فقد وافقت على الذهاب معه لأنها كانت مستمتعة وكانت تريد التعرف عليه أكثر، تقول لورا. وتضيف أن سعد المجرد اقترح بعد ذلك تغيير المكان والذهاب مباشرة إلى الفندق، تقول لورا. وسعد نفي كل ما قيل على أنه بعد الالتقاء معها ذهب مباشرة إلى المنزل مع صديقه، ولكن أعطاها رقم هاتفه، اتصلت به بعد أسبوع للالتقاء مرة أخرى، ولكن سعد رفض، مما أدى إلى غضب الفتاة وإلفاق تهمة الاغتصاب زورا وعدوانا، فاتجهت فورا إلى مركز الشرطة الفرنسي للبلاغ عنه. وبعد كل هذه القصة المعروفة دخل سعد السجن المحلي بباريس، وحكم عليه ب6 سنوات بدون دليل، قضى منها شهرا وتمت تبرئته من طرف القاضي بسبب اعتراف الفتاة بفعلتها على أنها قامت بتلفيق التهمة لسعد بسبب حبها له، وخصوصا عندما عرفت أنه سوف يتزوج من مغربية. وأحيلت لورا للقضاء مرة أخرى للتحقيق معها هي وسعد، وأكدت الحقيقة على أن سعد فقط مظلوم ولم يكن معها في تلك الشقة في الفندق. وسوف يتم إصدار الحكم الجنائي على لورا بسبب اتهامها الباطل للمغني العالمي سعد المجرد، وأيضا عدم مغادرتها التراب الفرنسي. وفي الأسبوع القادم سوف يتم إطلاق سراح سعد المجرد والعودة إلى التراب الوطني سالما غانما إلى عائلته ومعجبيه من جديد، وإصدار أغاني أخرى جديدة وناجحة كما المعلم. وكما أعربت أيضا إليسا أن سعد المجرد كان لطيفا معها في الوقت الذي تم فيه تصوير الكليب من أول دقيقة، وعلى أنه لم يتجرأ أبدا على أي فعل غريب معها، وبالعكس فقد عاملها كأم وأخت بالنسبة له. وكما أنهم أقيموا في نفس الشقة معا وكانوا يمزحون طوال الوقت.